30 يوم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. يعني بما ان انا شفت التعليقات بتاعتكم فالله العظيم يعني منورين جدا يا جماعه. فحضرت لكم سكريبت محترم، مش عارف انا بعمل ايه. حضرت لكم سكريبت محترم. فيديو النهارده مش زي اي فيديو يا جماعه، لان الفيديو دوت مش جاي انصحك ولا جاي اقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا. لا، ده الفيديو دوت بقى يعني بيتهيألي اصلا مفيش منه على اليوتيوب كتير، لان الفيديو ده اصلا انا همشي معاك في رحله، والرحله مدتها 30 يوم. وطبعا كالعاده الفيديو ده هيشوفوا 3 انواع من الشباب. النوع الاول مش هيكمل الفيديو وده اضمن له الفشل الجميل، والنوع التاني هيكمل الفيديو معايا بس مش هيعمل التحدي اصلا، هو مجرد متفرج هيفضل يتفرج طول عمره، فده عمره ما هينجح. هيفضل يتفرج برضه طول عمره، يفضل يتفرج يخطط الله حلوه الفكره عجبتني، وفي الاخر برضه يفضل قاعد مكانه وعمال يتوه نفس التوهه. والنوع التالت ده من الاخر بقى هو اللي هيسترجل. طبعا بقى يسترجل دي يعني عادي، يعني ممكن مثلا ولد او بنت، يعني يسترجل دي مثلا كلمه اللي هو ايه، يعني هيبقى جامد يعني، او هيبقى عنده اصرار. بس هو اللي هيشوف الفيديو وهيكمل معاه الرحله، رحله ال30 يوم حرفيا يا جماعه. يعني انتوا مش متخيلين ان يعني مش واحد اللي جاي ينصحكم مثلا يقول لك اعمل كذا ومستنيك بعد 30 يوم، لا ده انا اللي هبقى معاكم في الرحله. فتخيل بقى اصلا منشئ المحتوى ده قاعد 30 يوم من غير ما يطبقها، ومشكله تحدي 30 يوم. يعني مثلا الموضوع دوت اصلا المفروض اصلا اقل حاجه مينيمم 4-5 شهور، ده 30 يوم تحدي. فتخيل بقى لما انا اصلا اللي اطلع اقول لك الكلام دوت، يعني ده في مصداقيه في الموضوع. وطبعا التحدي دوت هو تحدي ان هخليك باذن الله، مش هخليك، احنا كلنا طبعا التحدي دوت هيكون ان احنا هنتعلم انجليش كويس جدا، هنتكلم انجليش كويس جدا، هنسمع انجليش كويس جدا، وهتتكلم اكنك واحد من النيتيف سبيكر في 30 يوم بس، من وانت بلا 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 لحد ما تكون لبلب، يعني فاهم كده. فمن غير ما نطول كتير يلا بينا نخش على الانترو. طبعا في البدايه بقى يعني لو الفيديو بقى هيحمسك ومش هتخرج بره زي النوع الاولاني، فاحب اقول لك اعمل سبسكرايب جميل كده، وسيب لي كومنت زي الكومنتات الجميله بتاعت الفيديو اللي فات. لو ما شفتوش هسيبه لك تحت، فممكن تتفرج عليه عادي، او ممكن اسيبه لك هنا او هنا على حسب يظهر لك فين. يلا بينا بقى نخش بقى على الفيديو على طول عشان ما نطولش كتير. في البدايه كده طبعا اللي انت شايفه او اللي احنا هنقوله، طبعا انت عارف ان هو الانجليش. ازاي هتكلم انجليش يا عم، وازاي هسمع انجليش كويس واكني بكلم واحد اجنبي، وكل ده في 30 يوم؟ انت اكيد بتسرح بينا واكيد بتستعبط نفسك، صح؟ الحقيقه لا، احنا فعلا هنعمل التحدي ده وهنفضح نفسنا كلنا، وهتشوف دلوقتي. مش انت بقى، لا ده انا هخليك الموضوع هيوصل عملي لدرجه ان انت هتتحمس وهتطبق من دلوقتي. بس عايزك تكمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف هنتفضح ازاي. الفيديو باختصار كده في البدايه، قبل ما تبدا او قبل ما اقول لك على الخطوات اللي باذن الله هتاهلنا كلنا، عشان أنا من ضمنكم، ان احنا فعلا نخش رحله الانجليش. في البدايه كده هنعمل رحله صغيره جدا قبل ما نخش على رحله الانجليش، وهي باختصار رحله الجيم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي جاب الجيم الانجليش؟ لا هو مش جيم، مش راح ينزل الجيم يلعب. ما اكيد مثلا في مثلا بنات مثلا برضه بيتفرجوا عليا، فانا برضه اشرح لها مثلا ممكن ما حدش مثلا بيروح الجيم. الفكره في الجيم ايه عموما؟ الجيم دي اقصد بيها ان انت ممكن تتمرن حتى في البيت، اعمل تمرين خفيف. يعني على الاقل خالص مثلا انت لو واظبت على الاقل خالص تبدا ساعه، ولو يوميا حتى ساعه تتمرن فيها، تلعب ضغط، تلعب بطن، تشوف، خش على اليوتيوب مثلا شوف اكنك رايح الجيم بالظبط، فالعب على العضلات اللي هي زي البوش بول ليج والكلام ده كله اكنها في البيت بقى، اللي هي الحاجات اللي بتلعب على عضلات البنج والترايسبس والبايسبس والكلام ده كله. نفس القصه لو انت بنت برضو، خش على اليوتيوب وشوفي برضو مهاراته كده. بجد يا جماعه الموضوع دوت لما انتوا بجد والله العظيم بجد انتوا قبل ما تخشوا على مهاره الانجليش او تتعلموا انجليش، اصلا انتوا اصلا مش هيبقى عندك اصلا حافز انك تخش، اللي هو يا عم طب انا برضه هسمع لك في الفيديو مش هعمل حاجه، برضه هفضل قاعد. الميزه ان الجيم هيحمسك اكتر، ايه ده الله انا عملت حاجه، انا طلعت الايه الطاقه اللي جوايا. فلما طلعت الطاقه اللي جوايا ويعني وعملت نشاط، الموضوع بقى هيبقى متحمس جدا، والموضوع هيبقى ممتع ان انت هتخش دلوقتي اصلا تتعلم انجليش وتطبق معاه الخطوات بتاعت الانجليش كلها.
فالميزه دلوقتي هنا ان انت ان انت تتمرن قبل ما تخش على الانجليش، قبل ما تخش على المرحله اللي ان احنا هنتعلم فيها الانجليش. تتمرن في البدايه ساعه يوميا، تاخد بس ساعه بس يوميا. انت تعمل ايه؟ تتمرن عادي، عندك عقله، عندك يسمع عندك اي حاجه. لو عرفت تتعلم المهارات لو خشيت على اليوتيوب زي ما قلت لك وشفت مهارات كويسه، ازاي تعمل الاداء بالظبط اللي اكنك بتعمله في الجيم، يلعب على العضله بالظبط، فده هيكون كويس جدا وهيديك دفع. ايه ده؟ الله، انا عملت حاجه، انا طلعت حاجه، فهيديك حماس. ايه ده؟ على الاقل خالص حتى لو انت طنشت الفيديو انا مش عارف ان انا معظمكم اصلا يطنش الفيديو الا قليل بس اللي هيكمل يعني. هيحس على خلاص انه عمل حاجه، او يعني عمل حاجه في يوم بدل مسكه الموبايل اللي ما بيعملهاش دي. تمام يا عم. انت يا عم اتمرنت ايه؟ انت يا عم خلاص اتمرنت. بعدين هتسحر يعني؟ انت مثلا هتسحر في 30 يوم هتعلم انجلش من غير ولا حاجه؟ لا. هنعمل كام حاجه دلوقتي كده، ولا هقولك بقى روح خد لي كورس ومن A1 ل C1 ولا C2 الكلام ده كله. لا لا لا، ما مش هقولك كده يا سيدي. انا عارف الموضوع بياخد وقت، وما فيش حد اصلا فيكم بيستحمل انه ياخد 3 سنين ولا سنتين ولا سنه حتى يقعد ياخد كورس. ما حدش بقى ليه جرأه. فتخيل ده 30 يوم، فالموضوع مش صدفه. وهنفضح نفسنا زي ما قلت لك في اخر الفيديو. فاحنا كده بسم الله الرحمن الرحيم كده بقى هنبدا على المهارات. اول حاجه عشان تتعلم انجليش كويس، وانا نفس القصه انا باجي اكلم نفسي يعني قبليكوا، ان انت بسم الله الرحمن الرحيم كده هتفتح اي فيلم. مش لازم يا عم يكون فيلم، يا عم اي فيلم اجنبي، مش لازم فيلم يا عم. افتح بودكاست، فاهمني؟ ما تتعلمش حتى ما تتعلمش حتى يا سيدي من انجليش، او ما تخش على قناه واحد انجليش مثلا فيقول لك مثلا ازاي اعلمك الانجليش الانجليش. لا، انت تخش على بودكاست ناس بتتكلم. الفكره يا جماعه ان اللي بيعلمك الانجليش بيعلمك اساسيات، بيعلمك ازاي ايه لو حد قالك كذا تقول كذا. يا باشا ده بيتكلم عادي، بيتكلم بلغته، بيتكلم براحته، مش بيقولك اعمل كذا اعمل كذا. فالتعليم يا جماعه الاكاديمي بتاع الانجليش دوت انا مش بنصح بيه جدا. انا بنصح ان انت اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم كده تسمع لك فيلم، تسمع لك بودكاست ناس بتتكلم انجليش. دي اول خطوه كده هتحسن. والبودكاست مش مترجم، عشان مش عايز حد يشغل دماغه ويشغله مترجم سواء انجليش او عربي. لا، انت تسمع بس. انا عارف انت طبعا مش هتفهم اي حاجه والموضوع هيبقى صعب عليك. عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بس البودكاست بيتكلم عن حاجه انت فاهمها، او يعني حاجه بتحبها. يعني مثلا بيتكلم عن السكسس، بيتكلم عن عن الموتيفيشن، بيتكلم عن حاجات. حتى يا سيدي هو بيتكلم عن عن الاديوكيشنال حتى. تاني حاجه بقى نخش عليها، انك بكل بساطه هتتكلم مع نفسك في البلكونه. انا عارف ان انت ممكن تحس ان الموضوع انت مجنون، بس صدقني ده هتفرق معاك. هقولك انك زيي، كأنك كونتنت كريتور عادي، وهتكلم مثلا حد بتتكلم عن نفسك. هتقول مثلا انا معالي، انا طبعا اصلا انا معالي، بس يعني الميزه في ايه؟ الميزه ان انت لما بتتكلم مع نفسك انت عمال تخلق وتعافر في دماغك علشان تطلع جمل وتطلع افكار انجليش من دماغك. فالموضوع ده بيبقى جامد قوي. يعني انت اكنك بتفكر بالانجليش، مش مفيش وقت عربي، انت بتفكر بالانجليش. انت عايز تطلع انجليش فتفكر على طول بالانجليش كده. مش هتقول مش هتقول ايه انا علي فابدا اقول انا يعني ايام والشغل ده. لا، ده الموضوع ما فيهوش. انت بتتكلم اكن انت بتفكر كله بالانجليش، كله بيتفكر بالانجليش. تالت حاجه بقى يا معلم وهي سكريبت جميل. ايه ده سكريبت؟ اعمل ايه بسكريبت؟ هتكتب كده جميل كده. انا عارف طبعا ان انتوا طبعا كلكم ما كانش معظمكم يعني بيكتب هواياته، اهداف في ال25، اهداف مش عارف ايه وهكذا. فانت نفس القصه هتكتب بس بالانجليش. الميزه في الانجليش وانت بتكتب ان انت عمال تكتب كتير. فالميزه انت لما بتكتب اكتر كل ما يعني الانجليش بيترسب جامد قوي في المخ، فاهم؟ طبعا الكلام ده طبعا مش بقوله بس مش بقولك لنفسي، مش بقوله بس انا بقوله لكله يعني، بقوله لنفسي اولا. في حاجتين مهمين عايزين نختم بيهم، وهي الحجج الجميله اللي هتطلع، اللي هو يا برنس انا ثالثه ثانوي. لا لا، انا ما عنديش، مش وقت خالص، احنا في امتحانات. هو طب تعالى بقى كده، تعالى نقسم الوقت كده بسم الله الرحمن الرحيم. طالما انت في ثالثه ثانوي، مش في ثالثه ثانوي يا عم، انا في اي فتره دراسيه وعندي امتحانات وانت بتتحجج، تمام؟ لو هنا قلنا ان انت يا عم حيل دحيح فشخ، تمام؟ بتذاكر كام ساعه في اليوم؟ 8 ساعات. طبعا مفيش حد اصلا، مفيش انسان طبيعي بني ادم بيذاكر 8 ساعات في اليوم.
تمام. انا بتكلم واقعي، مش تقعد تقول لي انا بذاكر 24 ساعه في اليوم، لا بتكلم كلام واقعي. مفيش احسن بيذاكر 8 ساعات متواصل في اليوم، مفيش الكلام ده. بس انا هقول يا عم انت بتذاكر 8 ساعات في اليوم، شايف قد ايه؟ لا وبتنام 8 ساعات، يا عم بلاش 8 ساعات، بتنام 10 ساعات. بص احنا بندي قد ايه وقت؟ تمام، يعني 18 ساعة ونص ساعة اكل وساعة ونص مرقعة، يعني قول ساعتين بالاكل بالمرقعة بكله، يبقى دي كده 20 ساعة. تمام، يعني ناقصلك 4 ساعات. 4 ساعات دول لو خصصت وقت ان انت تشتغل على الجيم بتاعك اللي هو في البيت، يعني باقيلك 3 ساعات. معاك 3 ساعات انجلش. طب انت يا عم خلاص، انت خلاص الموضوع كله في ساعتين، معاك ساعة مرقعة فيها تاني عادي. فدي بالنسبه للحجج اللي هتطلع يعني. تمام، ده وايه واحنا حاطين ان انت بتذاكر 8 ساعات في اليوم، ما فيش وانت اصلا ما بتذاكرش 8 ساعات في اليوم، وانا عارف الكلام ده. تمام، وبتنام 10 ساعات، واحنا اصلا في المتوسط بننام 8 ساعات. تمام. ايه تاني بقى الحاجه الاخيره اللي كنت اقولها؟ يا معلم، طب انا برضو ماشي يا عم، انا هعمل اللي في دماغي. تمام. وبرضو مش يعني مش هتحفز قوي. تمام يا معلم، انا هقولك بقى التحفيز الحقيقي باذن الله. ممكن ربنا لو ادانا طولة العمر يعني، في خلال شهرين، شهرين بالكتير يكون حتى يعني اتعودنا. تمام. انا هعمل بث مباشر، والبث هيبقى كله بالانجلش، كله بالانجلش بقى. اي حد هيتفرج معايا يا جماعه، معلش يا جماعه البث ده كله بالانجلش. طبعا اللي تابع معايا الفيديو ده، بس ده بس هو اللي هيكون بالانجلش، يعني عشان احسسك ان فعلا التجربه نجحت مش اكتر، او باذن الله هتنجح يعني. فعادي لو خبطنا في بعض وكله فضح في كله وكله مش عارف يتكلم، بس على الاقل خلاص انت خدت الجرأة، خدت ان حتى لو انت هتكتب في الكومنتات، بس انت فهمت. مثلا انا مثلا هتكلم فانت تفهم، فاهمني؟ جوجل ترجمه مش هترجم لك انا بقول ايه، فانت هتسمع كويس ايه ده انا فهمته يقصد ايه، فاحاول ارد عليه. فالموضوع هيبقى جامد قوي. فدي هتبقى حاجه تحفيزيه اكتر لكل اللي هيتعلم انجليش يعني. فالفيديو كله لو عجبكم كده يعني، ما تنساش بقى ايه الحاجات بتاعتك الحلوه ديت. وشكرا لكم يا جماعه جدا على الكومنتات الحلوه اللي في الفيديو اللي فات، يعني انا متوقعتش بصراحه يعني. ف لو الفيديو عجبكم، انتوا عارفين بقى الحاجات الجميله اللي تحت الفيديو ديت، لايك بقى وشير الحاجات اللي هي تبقى تحت الفيديو دي، اللي هي اي زر عندك تحت اخبطه فاهم؟ بس حتى لو ديسلايك مش فارقه يعني. تمام. و بس سلام.